شو سلوى؟ شبكي قاعدة مو حلوة الجماعة اللي استنوكي لك أمي. مو جاي على بالي روح. يلا ستي سهرة مثل كل هالسهرات. لا أمي مو مثل كل السهرات، لأنه هلأ أنا بعرف شو بده يصير. أنا رايحة وعاملة حالي مو فهمانة، وهو كمان جاي وعامل حاله مو فهمان. يعني حكي عام ونظرات من تحت لتحت، وكل واحد عم يطلع بالثاني ليشوف إذا كانت البضاعة مناسبة ولا لا. معك حق، وأمرة بتضحك وحاسستها مو على قدي. طيب لك بنتي وين الغلط؟ شو فيها؟ ما هو كل الناس تعرف بعضها هيك. شو الغلط؟ انت يا ام سعيدة عم تسألي هيك سؤال؟ بصراحة امي انا ما بدي اتزوج. ليش لك بنتي ليش؟ انت بتعرفي انه المرأة مهما عليت ما بتكمل الا بالجواز والبيت. تكمل؟ ونسيتي كمالك شو صار فيه؟ ستي هيك الدنيا، يوم هيك ويوم هيك. نحن اللي مبين حظنا ما بيكون إلا هيك. نسيتي السيد الوالد شو عمل معك؟ نسيتي؟ سلوى يا بنتي هذا الحكي خلاص راح مع الماضي. لا تقعدي تفتحي لي الدفاتر القديمة. يلا الله يرضى عليكي، قومي روحي على سهرتك. لك يا أمي شو بدي روح ساوي؟ لك أمي روحي مثل عالم الناس، اضحكي انبسطي تفرجي، بعدين مثل ما قلتي مؤامرة صغيرة. روحي واعملي حالك انك ما عندك خبر، مالك فهمانة شي. راقبي وادرسي، ان عجبك كان بها، وان ما عجبك بيكون سهرة عادية ويا دار ما دخلك شر. شو يا هلا يا هلا، اهلا بالاموره الحلوه. يا أهلين، كيفك فريد؟ تفضلي. الحمد لله. طبعا الكل بتعرفيهم. كيفكم؟ كيف الصحة؟ فريد ما عرفتونا بالآنسة. تركون لاحق عود. شرفوا. والله ما بعرف يا امي، انا فعلا محتار. الرجال بضل ابي. ايه طبعا ابوك، بس يعني هلا بعد ما تركته مرته الجديده لما مرض نشيله نحنا. لك ابني مو هلا عم تقول انه بضل ابوك؟ طيب مريم كمان بتضلها كنه. ايه بحياتها ما شافته، شو ذنبها؟ ينط لها واحد تقعد تخدم فيه وهي ما بتعرفه. سعيد ما عم تقول انه ابوك؟ وانتي مو جوزك؟ كان جوزي ولساته جوزك. بعد كل هالسنين مرته. خاطرك. أنا من جهتي جاهز، كامل مكمل. بيت بأحسن حي بالبلد، غرفة السفرة جايبها من إيطاليا، غرفة النوم مطعمة بخشب الورد، النجار ضل شهرين سنتين يشتغل فيها. يعني عريس لقطة. شو يعني؟ يعني مو ناقصنا إلا سيارة. تصوري كتير مبسوط من حاله، كامل مكمل، وعم بيقولها بصريح العبارة أنا عريس لقطة. تصوري يا أمي تصوري،
لا والألعن من هيك عم بيفهمني إنه أنا مناسبته تماماً. الحمد لله. تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه عندي سيارة، هذا هو الجواز عنده. يا مرقية يمكن زلة لسان. أني زلة لسان يا أمي، أني زلة لسان هي. هيك عم بيقولها بصراحة ولسه ما صار شيء. سلوى، لا تنسي إنه الزمان هرب منك، وأنت هلا يا بنتي. اوعي هيك تقوليها يا أمي. بعدين الزمان نحن بنحكمه مو هو. بعدين أنت آخر وحدة لازم تحكي عن التنازل. نسيتي السيد الوالد شو عمل معك؟ اصطفي عقلك براسك، بتعرفي خلاص هيك. تفضل. تفضل. يسلموا هالايدين، شو هالقهوه الطيبه هي؟ صحتين عوافي. وهي البريد يا ستي. يسلموا ايديك. الله يسلمك. تبغي شيء غيره؟ سلامة الله قلبك. يسلمك. ما قلتي لي سلوى، عجبك؟ منو هذا حبيبتي؟ الكامل المكمل. بصراحة لا، ليش؟ لأنه كامل مكمل. بتعرفي؟ هذا مو سبب. يعني يا سلوى انت بدك تجننيني؟ لك كل رفقاتنا تجوزوا، السمينه والنحيفه والطويله والقصيره والغليظه، وانتي خايفة يا نجوى، خايفة. لك يا سلوى الحياه مليانه مآسي، ومشكله امك مع ابوكي في مثلها ميات. صحيح، بس سألتي هالميات اللي مثل حكايتي عن وجعهم الشخصي وإحساسهم بالهجر وشو ترك فيهم؟ لا ان شاء الله سامي غير شكل. هسه سلوى. يا نعم. رئيس التحرير عم يطلب شو صار بالملف لتلوث البيئة. طيب أنا رح بحكي له. طيب شكرا. شو القصه؟ ما في بالعاده تتاخر. يا ستي مو الوالدة عندي، فرحانة فيها وعم فرجيها على الشام. المسكينة صار لها زمان ما طلعت من الضيعة، خليها تروح شوي. طيب ليش ما بتفرحيها بالمرة؟ وتجوز؟ لا حبيبتي، أنا مو معقول كل هالعمر مشان الجواز مو مضمون. وشلون بصير الجواز مضمون؟ بيكون مضمون لما بكون أنا واثقة إنه ما راح يهجرني مثل ما هجرك السيد الوالد. سلوى يا حبيبتي، أنا بدي أقول لك كلمة. يا أمي لا تقولي ولا تعيدي، أنت رماكي ورمى أولادك وقال لك خلص كبرتي طلعتي من الخدمة، أنا بدي بضاعة جديدة. سلوى يا أمي أنا ما راح أتحمل ولا راح أقبل بهالقدر أبدا، يا أما جوازي على كيفي يا أما بلاها ابنه. ألو. الو سلوى، مرحبا، انا سعيد اخوكي. أهلين أخي سعيد، يا أهلين. شلونك سلوى؟ الحمد لله خير، مالك بالعادة؟ الوالدة حواليكي؟ بده إياكي. ألو. معقول لهلا؟ يومين وما ترد؟ يعني هي ما قالت لك لا ايه ولا لا؟ هلا عم بتفكر. غريب. وليش التفكير؟ يعني ولو فيها شوية غرور مني، بس أنا تصورت إنه راح يطير عقلها. بشرفك يا فريد، بشرفك،
وين راح تلاقي عريس لقطة مثلي؟ هلا خلاص نويتي؟ يا سلوى، جوزي ابو ولادي رجع لي، لازم اكون جنبه. وهجر 20 سنة يا أمي. صدقيني يا بنتي، لما سمعت صوته على التليفون هو عم يقول لي ام سعيد انا بدي اياكي، ام سعيد سامحيني، حسيت كأنه محاية كبيرة مرقت قدام مني ومحد 20 سنة. لقيت قدام مني أبو سعيد الشاب الصغير، أبو الولاد. أما أمرك غريب يا أمي، ومرته الجديدة وولادك اللي ربيتيهم بتعبك وأظافرك. جوزي أبو ولادي رجع لبيته، لازم كون جنبه. رجع لك لأنه الثانية كبته. هي عيب لا تحكي هيك حكي على أبوكي. هي الحقيقة. تكون المهم الله استجاب لدعائي ورجع لي إياه. رجع لك لأنه مريض واقع وما عاد حدا بده إياه. أنا بدي إياه. أنا ما كنت بتوقع تنسي بهالصراحة، ما كنت بتوقع. أنت شو بتعرفي عن الجواز؟ شو بتعرفي عن العائلة؟ شو بتعرفي عن صوت الرجال بالبيت؟ شو بتعرفي عن ضمة الولد وبناغاته لصدرك؟ شو بتعرفي عن كلمة صباح الخير وقت فنجان القهوة؟ شو بتعرفي؟ ما بعرف. الحقيقة أنا خايفة تكون الكتب جمدتك يا بنتي. سلوى، قولي لي الحقيقة، أنت أحيانا ما بتحسي إنك بأمس الحاجة لزوج؟ شو أمي؟ مصممة؟ لك بنتي، هلا الدجاجات بيكون الواوي أكل نصه. ها الدجاجات. ايه، والبقرتين ما بعرف اخوكي سعيد عم يحلبن ولا لا، ومرته شو عم تعمل بالحليبات ما بعرف، والكرم كمان قرب يستوي، اذا ما كنت هنيك بروح على الارض، والبشم. هلا انت عن حق بتحبي الضيعة. شلون ما بدي احبها؟ في احلى من الفئة هنيك بكير، لا صوت بياعين المازوت، لا غاز، لا دخان، وهالضوجة هي اللي لا نيمتني لا ليل ولا نهار. إيه الله يعينكم على العيشة. معك حق. صياح الديك ومناغات الحمام. ونسيتي الحساسين؟ صحيح. يلا. لوين رايحة؟ على الكرش. شو بكي ناقصتي امي؟ ضلني لوصلك. انا رح باخد اجازة. وين بدك تروحي؟ رح وصلك على الضيعة. معقول يا امي؟ انا ما عم بقدر افهم. 20 سنة هجر. ليش عم تحكي عن 20 سنة هجر؟ ليش ما بتقولي 20 سنة عشرة، 20 سنة حب، 20 سنة ولاد، 20 سنة الله يعطيك العافية يا أم سعيد، 20 سنة الله يعطيك العافية يا أبو سعيد. امي معقول بعد كل هالسنين ولسه عم تحكي عنه بهالحرارة؟ يا بنتي انت شو عم تقولي؟ أبوكي ابن عمي وأول بختي وأبو ولادي. آخ 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 يا أمي آخ. آخر مرة شفت الضيعة يا أمي من زمان وأنا بالباص.
كانت عيوني مليانة دموع وقلبي مليان خوف. وهلا الدمع نشف مع السنين يا أمي. والخوف الخوف منين بده يجي الخوف؟ وليش الخوف؟ أنا هلأ كل شي بدي إياه صار، حصلت عليه. طيب ميمي خلينا نمشي بقى. بس يا اولاد فضلوا شوي. وبعدين ما تأخرت أمك؟ شو اعمل؟ شو اعمل؟ هي صرت حاكي معها مرتين، وهي جبت لك اياه لهون لبيته. مو انت قلتي ما بدك اياه عندك؟ إيه بس عم قل لك تأخرت. يعني شو ساوي؟ نتركه ملحوش هون ونروح يعني؟ ما بعرف شي بيضوج يا يقطع الأولاد ويقطع ساعتها. بدهم كل شوي. شو هذا محمد؟ تعالوا. حدا بينسى بيته يا أمي. اهلين سلوى، الحمد لله على السلامة. يا أهلين سعيد، الله يسلمك. تفضلي تفضلي. اهلين محمود. اهلين سهلين كثير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلونه؟ ما كل لسانه هو يسأل وين ام سعيد؟ هاتوا لي ام سعيد، جيبوا لي ام سعيد. يلا تفضلوا تفضلوا. ايه جوا. تفضلي مطعمي. تفضلوا. أهلين سلوى، يا أهلا وسهلا. اهلين محمود، يا هلا. أهلين. تفضل. أهلين. الله يسلمك. يا طلع. أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. سلوى راكبة السيارة حلوة. لك مين سلوى؟ سلمت على بابا وجاي مع خالي ام سعيد. سلوى قوموا لا قوم فوت الأجواء. قوموا بابا قوموا يلا روح العب مع أخوكم يلا. شو عملتي لنا غدا؟ شو لاقين فتحة قبليتك؟ وليش لحتى ما تنفتح؟ إيه لكن على سيرة الحبايب بتنفتح. زينب بلا هالسيرة الله يرضى عليكي ها. يلا
حطي لي غدا، بدي ارجع على الشغل. حاضر حاضر حاضر. بتعرفي مريم؟ بتعرفي من امتى ما مديت ايدي على شاشة؟ بعرف عيني بعرف. الله يعينك، شو بدك تلحقي لتلحقي؟ قلتك جريدة ومقالات وصحف، وأنا بعرف يعني فيك تقولي أكثر من سنة. لولا الوالدة الله يخلي لنا إياها ويطول عمرها طعمتني أكلات مغذية، إيه بحياتي ما أكلت أكل مغذية. ايش كله بالمطاعم؟ هيك شيء. مرة سندويشة، مرة أكل جاهز. شو بدي أعمل؟ كله جاهز. الله يعينك. ام سعيد، يا ام سعيد. ايه جاية تأمرني. أمرني شباك لباك. ما في حواليك شي فنجان قهوة؟ ايه مو على راسي، من عيوني دقيقة. سعيد، يا سعيد. نعم يا أبي. لك ابني، شو صار بهالأراجيل اللي بالبيت؟ موجودين يا أبي. تفضل يا سيد راسي، وهي قهوة حطيت لك فيها جوزة الطيب وزرار الورد وهيك. يسلموا ايديكي. يسلم لي عمرك. ابن عمي، نعم. جاي على بالك تأرجل جيب لك أرجيلة؟ عنت على بالي يا ام سعيد. إيه مو على راسي مو على عيني، بس ليش ما ذكرتني؟ شفتكم مشغولين. إيه لا، أنا براسي بساوي لك إياها، لقيتني بتكون عندك. تسلمي. بس ليش ما قلت لي أنا يا أبي؟ كنت أنا عملت لك الأرجيلة. تفضل يا سيد راسي. تفضل يا عمري. يسلموا ايديك يا ام سعيد. سلم لي عمرك يا حق. يسلموا ايديك يا ام سعيد. يسلم. سلم لي عمرك يا حق. يسلموا ايديك يا اصيله يا بنت الاصله. شو عم تعمل يا ابو سعيد؟ ليش هيك؟ انا غلطت معك كثير، سامحيني. سامحيني يا ام سعيد. على شو بدي سامحك؟ على كل شيء غلطته معك. سامحيني يا ام سعيد، سامحيني. لا يا ابو سعيد، انت جوزي وتاج راسي وابو اولادي وابن عمي، ورجعت لبيتك واولادك، ونحن اليوم عنا اكبر فرحه. شو خير، منين هالزراغيط؟ من بيت عمك. يمكن انخطبت بالأخير ست الحسن. شو خير؟ ليش مانك عم تاكل؟ عم اكل. صرعتني. جوعان. هذا مو أكل جوعانين. كل. لوين؟ مالي نفس. وليش مالك نفس؟ ما بعرف. كلي امي كلي. الله يقصف عمري لارتاح. كلي. تاكل لحمه انت؟ خود هيك صحتين وهنا. خود انت كمان كيلو. شو اخبار عمك يا سلوى؟ عم راسله باستمرار. وليش ما عم يكتب لي؟ بصراحة كان زعلان منك. تعرف يا أبي، لولا عمي سلوى ما كانت قدرت تسافر على الخليج. فعلا هو اللي ساعدني وكفلني. عمك مثل ابوك يا سلوى، بيضل مسؤول عنك. ورعايته إلي نستني أشياء كتيرة. بس لساتها مأثرة فيكي لهلا. يا سلوى، اكتبي له لأخي وقولي له إني أنا رجعت على البيت.
الله طقل شو حلو. جنة. يطول العمر. لكن بيجي هيك عالضيعة بيساوي. اوف انا تعبت يا رح استناكم ولا الكم روحوا انتوا كملوا مشواركم وانا رح ارجع على البيت. شو امي؟ اشتقتي؟ لك شو اشتقت وما اشتقت لك بنتي؟ حرام يمكن يحتاج شي، ما في حدا عنده بالبيت كمان. ايه نياله. أنا ماني قدرانة أصدق كيف قدرت تسامح. يو بيضلوا جوزها وابو اولادها. بس 20 سنة بيضلوا جوزها ورجع على بيته. يعني لو كنتي مطرحها شو كنتي سويتي؟ أنا ولا فوتوا على البيت. يعني بترميه؟ مثل ما رماني 20 سنة. عم تحكي حكي، لو انك عرفتي البيت والاولاد ما بتحكي هيك. هيك رأيك؟ يضرب هاللسان، صدقيني ما بقصد. يلا نكمل مشوارنا. يلا. ليش هيك واقف؟ شو جابك هلا؟ وشبك ارتعبت؟ أنا ما ارتعبت. ها هلا هي سلوى خانم؟ شو بيعرفني؟ لا شو بيعرفك؟ ليش لكن كنت واقف ومتخبي ورا الشجرة؟ تحرك العرق القديم؟ زينب لا تحوليها لخناقة، الله يرضى عليكي. ها قولي عليها على هالكسم. شوف اي مشي ما عم تعرف تمشي. وقال شو؟ لابستلي على الموضة. حاطة بساط على كتافها. ايه بساط بيتنا احسن منه. سلوى. نعم. شو بكلك بنتي؟ من ساعة اللي رجعتي من مشوارك وانت عم تصفني، في شيء؟ لا أمي، لا، بس عم راجع حالي شوي. طيب احكي لي شو في؟ يعني أفكار جديدة وقيم جديدة. اليوم وأنا ماشية مع مريم حكيت لي شوي هيك عن البنت البايرة واللي ما بيجيها أولاد، وتذكرت كمان إنه البنت البايرة واللي ما بيجيها أولاد لو بتضلها مالك العالم كله بتضلها بايرة وناقصها شيء كثير. لك بنتي هن هيك عقولهم، ماشي الحال، بس انت دبرتي امورك بغير طريقة. الله يهدي بالك ويبعث لك ابن الحلال اللي يسر قلبك وخاطرك يا رب. الله يسامحك يا أمي، ما كنتي شايلتي. ليش لشيلة؟ هاي صورته وهذا بيته. والله وانت عم تستني. طبعا استنيت ونلت وليكو رجع. وفرحانة كتير برجعته؟ ايه والله فرحانة من كل قلبي. أنا مستغربة أمرك كتير يا أمي. أنا بس بدي أفهم، أنت ما حقدتي عليه لما هجرك؟ حقدت؟ لا، بس والله زعلت أكيد لحتى خوخوا عيوني. شو بدي أعمل؟ هيك الرجال الله خلقه إلا ما يجهل. يجهل؟ 20 سنة جهل؟ ترك ابنه وبنته من غير ما يكملوا دراستهم
وراح تجوز عليكي وما عاد يتعرف لا على بيته ولا على اولاده وبتسميه جاهل يا امي. لك بنتي ليش انت عم تفتحي الدفاتر القديمة؟ إذا كان أنا المجروحة ما حكيت، انت عم تحكي ليش؟ ليش الزوجة بس اللي بتنجرح؟ والبنت ما بتنجرح لما بتتلفت حواليها بتلاقي حالها واقفة بالهواء، الأبطار والحماية طارت، وبتلاقي حالها السقف مكشوف وصار للسماء. الحمد لله ليكو رجع لبيته. فرحانة برجعته؟ سامحتيه يا أمي، سامحتيه؟ أنت تصطفلي، بس أنا الشيء اللي عمله معك ما رح خلي رجال يعملوا معي أبدا. سامع؟ أنت اللي هجرتنا ونحن بأمس الحاجة إلك، سامع؟ لكان هذا هو السبب اللي خلاكي ما تتجوزي؟ شو بدك أكثر من هيك؟ ما بكفي.